ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا بديت لكم بالجمال والحلاوه دي عشان لما ندخل على الفيديو نبقى عارفين احنا بدينا ازاي. يلا بينا ندخل على الفيديو. طبعا دايما كتير قوي اللي بيسالني الميك اب بتاع العيون المبطنه. طبعا من اصعب العيون هي العيون المبطنه، لان انتي ما عندكيش جفن علشان تشتغلي عليه، ولكن الميك اب يقدر يعمل جفن بشكل محترف جدا. تابعوا الفيديو معايا للاخر علشان تشوفوا كل التفاصيل. اول حاجه طبعا زي ما احنا معوداكم ان انا بنضف البشره بالماء سيلر زي ما انتم شايفين، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام جدا. اللي لسه ما اشتركتش في القناة من فضلك تشتركي في القناة، فعلي زر الجرس ولايك وشير عشان يوصل. شايفين رغم ان احنا منضفين البشرة كويس جدا وعملنا تريكات كتيرة قوي، بس ولكن شايفين الماء سيلر بيسحب كل اللي موجود اللي في البشرة. ده المرطب بتاع شوباريل، رائع جدا، متحيزة ليه وعاجبني قوي. والميزة كمان انك مش بتبقي مكلفة نفسك انك تجيبي حاجة تحت العين وحاجة لباقي البشرة. ده بيتحط تحت العين وبيتحط في كل البشرة، فما تقلقيش انك تحطيه تحت العين. حطيته بالشكل ده وهبدأ يعني اوزعه على كامل الوجه زي ما حضراتكم شايفين. تمام. اللي لسه طبعا اول مرة تكون معايا على القناة، شوفي القناة واتفرجي على الفيديوهات وقولي لي رأيك ايه. حابة القناة، حابة الشرح، حابة التفاصيل اللي بحكي فيها. ولو عجبتك القناة حطي اللايك بتاعك، يا ريت تعملي شير علشان الكل يستفيد. وزعت بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده على كامل البشرة. وزعت الكريم المرطب. حلو قوي زي ما حضراتكم شايفين. تمام. يعني احنا اخترنا لينسز فاتحة شوية عشان طبعا عينيها صغيرة جدا، فكان لازم تبقى في حاجة فاتحة توسع لي العين. انا عادة يعني انا مش من مغرمين اللينسز خالص، او مش برجحها قوي الا لظروف معينة. يعني عندي عين ضيقة بتدي مساحة حلوة قوي، بتجمل ولكن مش عمال على بطال، يعني للفايدة. كده حطيت الجل بتاع كيرلان الاخضر. تمام. وهبدأ برضو ادمجه على كامل البشرة زي ما حضراتكم شايفين. تمام جدا. بعد كده هنجيب الكريستالة بتاعتنا، الكريستالة الزرقاء اللي انتوا عارفينها، اللي انا دايما متحيزة جدا ليها ولتفاصيلها. والمهم فيها ان هي بتديني افكت حلو جدا وانا كمان بشتغل. يعني عارفين، اولا بتجري الدورة الدموية بتاعة البشرة بشكل حلو جدا. بتعمل مساج، بتدمج البرودكت اللي انا حطيته. هتلاقوا البشرة ابتدت تدي جزء احمر كده. شايفين البشرة بقى لونها ايه؟ دي بتجري الدورة الدموية بتاعة البشرة، فليها فوائد عظيمة جدا. يا ريت كل البنات تبقى عندها الكريستالة دي، مهمة جدا. خلصنا بالكريستالة، هنبدأ ندخل بعد كده على البرايمر بتاعي اللي هو من ماك. البرايمر ده زي ما حكيت لكم يا بنات قبل كده، قلت لكم البرايمر ده ميزته ان هو 2 في 1، اللي هو برايمر وهايلايتر ليكويد. تمام. وزعت بالشكل ده وبرضو هبدأ ادمجه على كامل الوجه. تمام. دمجت بالشكل ده. مهم قوي ان انا ادمج الحاجة، ومهم جدا يبقى في فاصل بين كل برودكت وبرودكت، يبقى في فاصل تقريبا دقيقة او دقيقتين
علشان البشرة تشرب اللي انا حطيته. تمام تمام جدا. وزعت بالشكل ده، وهبدأ. هتسألوني تقولولي ليه ما حطيتيش كوريكتور اخضر، كوريكتور احمر، باورنج؟ ما عنديش اي ديفو علشان احط له اي كوريكتور. ما شاء الله هي بشرتها يعني ما فيهاش مشاكل كتير. هو برضو مش عمال على بطال، عشان يعني الناس اللي بتسأل بتقول في بعض العرايس مش بحط لهم لانه مش محتاجين. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الفاونديشن وهدمجه، والبشرة طالعة صافية وجميلة وزي الفل. تمام. بوزع الاول كده يا بنات بالفرشة زي ما انتوا شايفين. الفرشة بتاعتي فلات وصغيرة شوية، بوزع بس بيها كده الفاونديشن، وبعد كده هبدأ اطبطب بالبيوتي بلندر. اهم حاجة في شغل الفاونديشن الطبطبة الكتيرة. الطبطبة الكتيرة بتديني بشرة ناعمة جدا جدا جدا، كأنك عملتي 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 فيلر، ولا عملتي ايه بالظبط؟ يا فلتر مش فيلر. معلش مش شايفين ادي الفاونديشن اهو. هجيب البيوتي بلندر بتاعتي اللي المفروض تكون مبلولة. البيوتي بلندر بتاعتي الكبيرة طبعا عشان حجم الوجه تمام. هطبطب بالشكل ده. شايفين من اول ما هبدأ اطبطب هتلاقوا البشرة بقت ناعمة. مهم جدا الطبطبة دي يا بنات، مهمة جدا جدا جدا. عروسة كانت بتكح معانا، قطعنا بقى الجزء ده. بعد ما خلصنا الجزء بتاع الطبطبة اللي احنا قلنا عليه، ببدأ اوزع الكونتور. طبعا انا عندي جبين عالي قوي، فانا تقريبا قسمت نصه. ما عندهاش خدود، فانا رفعت خدود زي ما حضراتكم هتشوفوا. هصغر جزء الانف، هحدد الشفايف. تمام. تركية مهمة قوي في العروسة دي، انا ما حددتش الجزء بتاع الدقن لان وشها صغير جدا، فانا محتاجة مساحة. يعني انا عايزة وشها يبان ان هو اكبر، فانا ما حطيتش كونتور على الدقن. ده الكونسيلر بتاع تو فيزد. ده روعة روعة روعة، حلو جدا. طبعا بقى غالي قوي قوي جدا يعني، ولكن بصراحة من احلى الكونسيلر اللي انا اشتغلت بيه، وما بقدرش اشتغل للعرايس غير بيه. في حاجات حلوة، ولكن يعني كشغل عرايس لا، انا يعني كشغل عرايس حلو جدا. دمجه سهل جدا، ما بيكلكعش، وبالذات تحت العين. تمام كده. بعد ما وزعنا الكونسيلر هنوزع البلاشر الكريمي اللي هو من باليت بتاعت روزبيري. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. حطي الكومنت بتاعك يلا، وتعالي كملي معايا. جزء بسيط قوي من البلاشر الكريمي على الدقن بس، وهبدأ ادمج الكونتور. طبعا الاول دايما بقول ببدأ بالغامق وبعدين الفاتح، وبعد كده بماتشنج بين الاتنين. كملوا الفيديو، فيديو حلو قوي وهيعجبكم. هتشوفوا فيه تفاصيل حلوة قوي، خاصة للعين المبطنة هتعجبكم. شايفين العين المبطنة تبطينة كبيرة قد ايه، وشايفين حجمها صغير قد ايه. التفاصيل اللي هتتعمل في الفيديو ده بجد هتلاقوا حاجة مختلفة تماما، وهتلاقوا كمان استفادة كبيرة قوي من موضوع في العين المبطنة او في شغل العين المبطنة. تمام. دمجت بالشكل ده البلاشر مع الكونتور. لو انتي لسه جديدة وخايفة من التركية دي، حطي الاول الكونتور ووزعيه، وبعد كده ارجعي للبلاشر، علشان لو خايفة انه الدنيا ما تظبطش معاكي.
عادي، مش غلط على فكرة انت تحطي الكونتور وتدمجيه وتخلي البلاشر الكريمي في الاخر، برضو مفيش مشكلة. كده ينفع وكده ينفع. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ادمج او اطبطب للكونسيلر. طبعا انا في نهاية العين رحت رفعت الكونسيلر على فوق شوية، علشان عينيها مش بس صغيرة، كمان عينيها اللي هي العين النعسانة، اللي هي العين نازلة في النهاية نازلة على تحت، فانا عايزة ارفع الجفن او شكل العين على فوق زي ما حضراتكم شايفين. دمجت بالشكل ده الكونسيلر في كل حتة على الانف طبعا. تمام. هبدأ دلوقتي بالبيوتي بلندر بتاعتي الكبيرة، هاخد الجزء النظيف منها وافضل اطبطب كده اماتشنج بين الكونسيلر والكونتور والبلاشر الكريمي عشان ما يبقاش عندي خطوط واضحة. شايفين؟ بروح واجي وايدي تبقى خفيفة، الدنيا سهلة وحلوة، ما تقلقوش يعني. التدريب والتمرين الكتير قوي بيجيب نتائج حلوة جدا. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ شايفين شكل الجبين بقى عامل ازاي؟ كأنه مفيش حاجة اتحطت الوان مختلفة، في ديجراديه في الالوان ولكن شكل حلو. تمام 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 جدا. شايفين كده؟ بتأكد ان انا ما عنديش خطوط تحت العين علشان اثبت. شايفين انا الفرشة في ايدي بتاعت اللوز باودر وبثبت بالشكل ده، ابقى حريصة جدا علشان اللينسز مفيش اي حاجة تدخل جواها. تمام، حلو قوي. اتاكد الناحيه التانية مهمه جدا يا بنات، التركايه دي انك تتاكدي ان ما عندكيش خطوط قبل التثبيت. لو ثبتي والخطوط موجوده بيبقى صعب جدا جدا انك تصلحيها، فانا اتاكد ان انا ما عنديش خطوط وبعد كده اثبت براحتي. ثبت تحت العين بالشكل ده، وطبعا بعد كده بطلب من العميله بتاعتي او العروسه بتاعتي تقفل عينيها على طول. بثبت كده على كامل الوجه، وبعتذر جدا على صوتي. انا عندي طبعا انتوا عارفين مشكلتي في الجيوب الانفيه، وكمان عندي دور برد، فعارفين الاتنين مع بعض مروقين عليا قوي. ثبت يا بنات بالشكل ده باللوز باودر. اللوز باودر بتاعتي من كيرلان، حلوة جدا جدا. انا دايما بفضل اشتغل باللوز باودر الشفافة، الا للجماعة الناس السمراء قوي انا ما ينفعش اشتغل بالكيرلان باللوز باودر شفافة، لازم تبقى مدي على اصفر شوية، والفاونديشن برضو يبقى يمدي على اصفر شوية، لانك لو حطيتي اللون فاونديشن فاتح العروسة وشها هيتحول يبقى رمادي او على ازرق، فالمفترض انه تشتغلي على الوان على اصفر للسمر قوي. تمام، وزعت بالشكل ده وابدا انفض. اتاكد جدا ان انا ما عنديش اي جزء ما تثبتش. تمام تمام جدا. حلو قوي. هبدأ دلوقتي. جبت الماسكارا بتاعت بنفيت بتاعت الحواجب، برضو يعني زي ما قلت لكم حلوة جدا جدا. هي غالية بس حلوة جدا، لازم تجربوها برضو. بثبت بيها شعر الحواجب بالشكل ده، او برفع بيها شعر الحواجب. حلوة جدا يا بنات. تمام، حددت بيها شعر الحواجب، وهرجع اعمل الخطوة اللي بعدها. يا رب يكون صوتي واضح ومش مش واطي عشان تبقوا سامعيني، وطمنوني برضو على الصوت وعلى الصورة قوي مهم جدا. طمنوني على الصورة علشان انا استغنيت عن الرينج لايت. انا بصور على ده حد بعت لي سؤال قال لي رينج لايت بتاعك ايه؟ انا بنضف كده تحت الحواجب، انتوا عارفين الخطوة دي، بس انا عايزة انوه على الموضوع ده. الكونسيلر ده من إليست،
بنضف بيه تحت الحواجب. هكمل لكم موضوع الرينج لايت. انا معتمده بس على الاضاءه اللي في السراحه اللي انا بشتغل عليها. الاضاءه بتاعتي لما كانت الناس بتشتكي كانت فيها اضاءه وورم اللي هي الاصفر، واضاءه بيضه، فانا استغنيت كمان عن الاصفر ودلوقتي بشتغل باضاءه بيضه بس. فانا حسيت ان الناس ابتدوا يقولوا لي لا التصوير بقى افضل. هقول لكم يمكن عشان الاضاءه استغنيت عن الرينج لايت واستغنيت عن الاضاءه الصفراء، فالاضاءه بيضه بس. فانا شايفه ان الامور بقت افضل بكتير من الاول. برضو طمنوني في الكومنتات لو التصوير كده افضل واضاءه افضل نستمر عليها. تمام. بعد ما وزعت الكونسيلر ببدأ اطبطب بالبيوتي بلندر بتاعتي، مهمة قوي طبعا علشان باخد الزيادة اللي موجودة من الكونسيلر واضيع شكل الخطوط بتاعة الفرشة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام. تمام جدا. هعمل ايه بعد كده يا بنات؟ هخش على الخطوة المهمة قوي. انا جبت فرشة فلات. طبعا انا شايفين الفرشة اللي انا كنت هشتغل بيها هي فلات بس كبيرة شوية، بس انا عايزة اعمل خط، فرجعت رحت جبت فرشة اصغر فلات عشان اعمل الخط ده. خلوا بالكم انا ما ثبتش، يعني انا الخط اللي بعمله ده على الكونسيلر بتاعي، انا ما ثبتش الكونسيلر. جبت الدرجة اللي على بني دي. تمام. انا كده بعمل ايه يا بنات؟ طبعا انتوا شايفين شكل العين مبطنة، فانا عشان اعمل جفن فانا لازم احدد شكل العين بجزء غامق، سواء هيبقى يعني العين مفتوحة او مقفولة، المهم ان يبقى عندي خط عشان اعمل جفن. قربت لكم الكاميرا بالشكل ده عشان تشوفوها كويس. شايفين الخط؟ تمام. شايفين الفرشة صغيرة قد ايه عشان تبقى تحديدة الخط بتاعتي تبقى واضحة. وده لون بني عادي من الباليت بتاعت فور ايفر الصغيرة اللي انا وريتها لكم قبل كده. تمام. تمام جدا. بأكد على الخط بتاعي. ليه بأكد على الخط بتاعي؟ علشان ابقى متأكدة ان انا عملت جفن. وخلوا بالكم هتلاقوا ايديكم لوحدها تمشي لوحدها، يعني انا لو حطيت ايدي كده في الجزء اللي فيه الخط البني ده هتلاقي العظمة بتاعت العين، فالحكاية مش صعبة قوي. جبت فرشة صغيرة مش فلات زي البنسل بس صغيرة قوي، جبت لون على اورنج شوية وببدأ ادمج البني بالاورنج. تمام. زي ما انتوا شايفين يا بنات، شايفين الدمج بقى عامل ازاي؟ كأنه حاطه لون واحد. وده مهم جدا، الدمج بتاع الشادو يديكي نتيجة حلوة جدا جدا جدا. بتمنى اكون صورت العين دي والعين دي قبل ما اشتغل في العين التانية عشان تشوفوا الفرق الكبير قوي بين العين المبطنة وهي مش معمولة وبين العين اللي اتعملت او اتعمل فيها الشغل ده. تمام. تمام جدا. بروح وباجي براحتي واخد وقتي جدا. للاسف ما تصورش، بس عموما يعني اكيد الصورة واصلاكوا. كده بثبت الجزء اللي انا، لو انتوا فاكرين ان انا قلت ان انا ما ثبتش الكونسيلر، عملت خط بني في نهاية العين بس عشان اقفل العين. ببدأ اثبت بلون شمر زي ما حضراتكم شايفينه على الجزء اللي فيه الكونسيلر اللي لسه ما تثبتش. تمام يا بنات. تمام يا احلى بنات في الدنيا. يا رب يكون اللوك فكرته وصلتكم وشكل العين اتغير تماما، شكلها بقى فيه جفن وجفن واضح كمان يعني. تمام. بثبت بالشكل ده
تمام. خلي بالكوا ساعات انا كمان ببقى لان انا بعمل مونتاج بعد ما بخلص اللوك بايام، فانا ممكن اسكت واسرح كده، ببقى سرحانه في اللوك نفسه يعني، وببقى سعيده ومبسوطه بيه زيكم. يعني انا دلوقتي متفرجه زيكم. تمام جدا. شايفين ما شاء الله العين شكلها اختلف قد ايه؟ وخلوا بالكم حواجبها كانت طويله جدا ونازله على عينيها، انا تقريبا شلت نص حواجبها. ودي خلي بالكم اي حاجه بتتعمل مش بتتعمل كده وخلاص، يعني هي بتتعمل لسبب، انه انا عايزه ارفع شكل عينها كله بحواجبها كله. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ بحدد بالكومباكت بتاعه الباودر المتاحه عندي، لون شادو نفس لون الفاونديشن، حددي اللي متاح عندك اشتغلي بيه. لوس باودر اوكي، بس هتبقى ضعيفه عن الكومباكت باودر. الكومباكت باودر اقوى، بيبين شكل التحديده شارب قوي، بيبينها نظيفه جدا. وطبعا انتوا عارفين ان احنا بنفنش في الاخر بكومباكت باودر. معلومة مهمة جدا يا بنات، عشان بنات كتير بتبعت لي بتقول لي انا لما بثبت الفاونديشن بالكومباكت باودر بيكلكع. ده طبيعي ان هي لازم يكلكع يا بنات. الكومباكت باودر مش بتاع التثبيت، كومباكت باودر احنا بنفنش بيها اللوك بعد ما بنخلص. هنعمل الايلاينر دلوقتي وارجع اكمل لكم موضوع الكومباكت باودر ده. طبعا انا خدت من نص العين زي ما انتوا شايفين كده، بسحب الايلاينر واسلمه. خدتوا بالكم من كلمة اسلمه دي؟ بسلم الايلاينر لنهاية خط الشادو اللي انا حطيته. خدتوا بالكم؟ سحبته على فوق علشان انا عايزه اسحب كل عينها على فوق، عشان اديها مساحة لجفنها ويبان ان الجفن واسع. تمام يا بنويت؟ تمام جدا. شايفين ان انا بحب قوي اشتغل، وخاصة الايلاينر احب اشتغله بمزاج قوي وبالراحة. يعني انا مخدتش وقت ولكن حلو قوي انك تشتغلي بالراحة في الايلاينر. نيجي بقى لتركات الحواجب بتاعة القمر. شايفين انا عملت ايه؟ انا خدت خط وسحبته وطلعته على بره قوي، عشان برضو عايزة ارفع شكل الحاجب على بره. شايفين الخطين هسلمهم لبعض في الاخر خالص عشان ارفع الشيب بتاع الحاجب. تمام. هما نفس الخطين وبسلمهم لبعض وبسحب على بره بقى عشان يديني مساحة. تمام جدا. هي حواجبها على فكرة وانتوا معايا كده مش هتاخد وقت كبير، لان احنا برضو مش عايزين نقفلهم قوي. هي الفكرة ان انا بصلح دي فوق بعد الشكل حاجة ممكن يعني تدينا شكل حلو. تمام. زي ما انتم شايفين طبعا الجل بتاع الحواجب ده من لاجيرل. تمام 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 جدا. تمام. شايفين انا كده يعتبر الحواجب خلصت. شايفين خلصت في وقت قليل قد ايه؟ يعني ما خدتش معايا وقت. وطبعا بالايلاينر بتاع الفلورمار مهم جدا ان انا اقول لكم عليه. شايفين شكل الخطوط بتاعه الحواجب؟ بنور تحت الحاجب بالشكل ده، وده من هايلايتر أفرة. نورت تحت الحاجب وهرجع ادمج الخطين دول بخط الإنارة وخط الاي شادو. شايفين؟ اكيد هتشوفوا التركاية دي. هرجع بالفرشة بتاعتي ادمجهم مع بعض. تمام. بجد نفسي شايفين انا عملت ايه؟ جبت الفرشة بتاعتي الفلافي الكبيرة، دمجت بس
بشكل بسيط قوي. شايفين؟ بصوا. بجد محتاجة اسمع رأيكم كتير جدا في اللوك ده، ايه رأيكم فيه؟ كده لزقت الرموش في العين التانية وهلزق في العين الاولانية. الموضوع سهل جدا يا بنات، مش صعب. هي بس عايزين ايه؟ نتدرب كتير قوي، نشتغل كتير كتير جدا، لانه الشغل الكتير يديك انت عارفة ان انت لما تشتغلي اكتر على نفسك او تتدربي اكتر، انت بتطلعي بتخلقي حاجة جديدة تاني. بتخلقي ممكن تخلقي تكنيك جديد انت عملتيه. اللي عملوا التكنيك ده مش احسن منك ابدا، بل بالعكس. تمام. لزقنا كده الرموش التانية. هبدأ احط البلاشر بتاعي. البلاشر بتاعي من كاركتر، اتكلمت فيه كتير. البلاشر ده حلو جدا. عشان كده دايما بقول مش كل دراج ستور وحش، بالعكس كاركتر براند حلو جدا. وانا البلاشر دي عجباني جدا. يعني انا جبت نارس حقيقي وغالية جدا جدا، ولكن بجد كاركتر حلوة جدا. لازم طبعا تبقي مطلعة وعارفة ايه اللي ممكن يتجاب وايه اللي مش ممكن يتجاب وايه اللي خسارة تدفعي فيه فلوس. وانا بس اروق كده، وهبدأ اعمل لكم سلسلة كبيرة قوي في موضوع ايه اللي تجيبيه وايه اللي ما تجيبهوش، وايه اللي خسارة اصلا تدخليه المكان عندك، وايه اللي خسارة تشتغلي بيه، وايه اللي خسارة تدفعي فيه فلوس. ادعولي بس كده ربنا يعدي الايام على خير كده، واخف واروق واعمل لكم لاني شكلي بصراحة لا يسر عدو ولا حبيب من العيا. تمام جدا. هبدأ اوزع اماكن الاضاءة اللي في الوجه اللي احنا قلناها، على الانف، فوق الشفايف، تحت الشفايف، فوق الحواجب، على الجبين، تحت الجبين طبعا بين الحواجب كده. كده انا عايزة في تعليقاتكم اسمع رأيكم في الاضاءة في التصوير. مهم جدا جدا اسمع رأيكم، ولو في اي اقتراح او اي حاجة تفيدني يا ريت اسمعها. شايفين البشرة بقت عاملة ازاي؟ طبعا انا دلوقتي بصور بايفون. حقيقي التصوير بتاع الايفون افضل بكتير قوي. الماسكارا دي يا بنات يعني دي اخر اصدار بتاع ايسنس، حلوة جدا هتعجبكم. يعني هي فرشة سيبال افضل، ولكن برضو دي حلوة جدا. تقريبا هتلاقوها انا جبتها ب270، فمعرفش بقى كل سيلر بيبيع بمزاجه ولا هو كله زي بعضه. شايفين رفعت شكل ال الرموش. هبدأ دلوقتي. طبعا انا محددة اوريدي الشفايف بالكونتور، فانا مش محتاجة احددها تاني. تمام. وهبدأ احط الروج بتاعي من ميبلين، افضل روج ثابت بيقعد فترة كبيرة قوي. عرايس كتير بتجيني تاني يوم، يعني تكون عندي حنة وتيجي تاني يوم تقولي انا مش عارفة اشيل الروج او الميك اب عموما. يعني طبعا حددت بالشكل ده بنات. تمام. تمام جدا. خلصت شفايفها وبسرعة وبجمال وبحلاوة زي ما انتوا شايفين. تمام. تمام جدا. شايفين التركيز؟ بصوا بقى طنط هالة لما تدخل في وش العروسة وتبقى التركيز جامد. خلوا بالكوا انا كل عروسة بشتغلها انا فعلا بحب تفاصيلها وبحب تفاصيل وشها. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا التركية دي طبعا انا ما قدرتش اعملها على الكاميرا لان هي كانت عينيها بتدمع، فانا سحبت بداية العين، سحبتها بالايلاينر بتاع فيلورومار، سحبت على قدام وعملت خط
بالشكل ده زي ما انتم شايفين خط كحلة، وهبدأ ادمج الكحل من تحت. سبت الجزء الاخراني ده مفتوح ليه؟ عشان يديني مساحة اوسع للعين. تمام، بحدد بالشكل ده بالكحل الجزء اللي تحت، وبعد كده هجيب الشادو نفس لون الشادو اللي فوق العين، وبحدد تحت العين. تمام، تمام جدا. شايفين الحكاية سهلة ازاي؟ طبعا هي كانت خلاص عينيها مش قادرة تستحمل لا إضاءة ولا شغل في عينيها، أنا هديت الدنيا خالص ورسمت العين، وبعد كده ابتديت أنور النور وأكمل التصوير. تمام، تمام جدا. اللي حبت اللوك ده قوي معايا زي ما أنا حبيته تكتب لي في الكومنتات من فضلكم، بجد عايزة أسمع آرائكم الحلوة قوي في الكومنتات الجميلة اللي أنا بسمعها منكم. تمام، سوري ان انا مميله راسها لان هي ما كانتش مستحمله ان هي ترفع راسها تاني، بس اكيد انتوا واصلاكوا الطريقه والفكره. تمام، وحبيتوه معايا زي ما انا حبيته. بنضف تحت العين بسهوله جدا جدا. تمام، ما شاء الله جميله. اكيد انتوا فاكرين العين كان شكلها ايه قبل ما نشتغل وانتوا شايفين شكل العين دلوقتي ايه. باكد على الكحل بتاعي او على تحديدة الكحل، وده مهم جدا يا بنات. تمام، اللي وصلت معايا لغاية الحتة دي تقولي تسلم ايدك، بس تسلم ايدك بس. انا عايزة اسمع بس الكلمتين دول، تسلم ايدك بس. اللي وصلت معايا وتابعتني لغاية الفيديو لغاية التركاية دي تقولي كده تسلم ايدك بس. بعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ جبت شادو ابيض وبحدد شكل العين من ورا، يعني انا فاتحاها اوريدي، بس بنور الجزء ده عشان يبان ان العين مساحتها واسعة. تمام، شايفين جمالها يا بنات؟ تمام جدا. خلصنا كده الجزء ده. تمام كده، هبدأ ارش السبراي بتاع المثبت بتاع الميك اب، وطبعا لازم يبقى فيه مسافة كبيرة جدا. طبعا انا بوريلكم بس انا طبعا كنت بعيدة قوي. هشوفكم دايما على خير وبحبكم قوي قوي. باي باي يا احلى بنات في الدنيا.